السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هنعمل وصفة النهاردة جميلة جدا، وصفة القراقيش حلوة جدا للفطار، كوباية شاي بكوباية حليب حلوة جدا. جوع نص الليل برضو بعد العشاء كده ناخد قرقشتين كوباية شاي كوباية حليب جميلة. مكوناتها سهلة وخفيفة خالص، ومكوناتها كلها موجودة معانا في البيت. هنعمله قراقيش حلوة هشة كده من جوه وطرية كده ومقرمشة كده من بره، حاجة كده ايه فوق الروعة بشوية. معانا هنا كده يا حبايبي كمية الدقيق معانا دي 5 كوبايات دقيق. يعني كوباية معمارية تكون عندكم هيبقى 5 كوبايات. وهنا معانا 3 معالق سمسم محمصينهم كده ونزلنا بيهم على الدقيق. وهنا حطينا 4 معالق نشا ده عشان خاطر يديها كده طراوة كده للعجينة وخلاها حلو. ونزلت معلقة ونص خميرة فورية وعليها معلقة بيكنج باودر. وهنبتدي بقى ان احنا نقلب كل الخليط ده على بعضه كده. ودي كمان نص معلقة ينسون. واللي مش عايز يحط ينسون مفيش مشاكل، هي حاجة اختياري. وهنبتدي بقى ان احنا نقلب كل ده مع بعض كده. القراقيش دي حلوة جدا بالليل في الشتاء كده، ان الواحد يبقى جعان بالليل، كوباية شاي الصبح للفطار، حاجة سريعة كده على ما نعمل الغدا، سهلة جدا. هنا كده حبايبي معانا 200 جرام من الزيت، يعني مقدار نص كوباية، يعني حوالي نص كوباية كده من الزيت. وهنا معانا 300 جرام من السمنة زبدة اي حاجة متوفر عندكم موجود. طبعا الميكس ده هنحطه مع بعض كده علشان خاطر القراقيش تبقى طرية كده من جوه وبتقرمش من بره، تديها كده طراوة كده، ما تبقاش ناشفة جامد. يعني هي لو عايزينها ناشفة جامد تبقى بزيت بس، اما لو عايزينها كده تبقى طرية، يعني مش طرية جامد من جوه، يعني تبقى كده كويسة بتتقطع معاكي حلوة دايبة كده. هنعمل ميكس من السمنة او الزبدة مع الزيت. ما شاء الله تبارك الرحمن، الكمية دي هتبقى مظبوطة جدا، نتبعوها ونعملوها مع بعض. وهنبتدي بقى ان احنا ايه نبس مع بعض كده الخليط ده كله مع بعضه. اهم خطوة معانا ان احنا نبس كويس، نبس يعني ناخد كده الدقيق بالسمنة كده على ايدينا، ونبتدي ان احنا ايه نفركه كده بالراحة زي ما انتوا شايفين كده الخطوة دي. نبتدي بقى ان احنا نبس كده علشان خاطر متبقاش تطلع معانا العجينة مشقة ولا تطلع فيها اي حاجة. الخطوة دي مهمة جدا، ناخدها على الهادي كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ما شاء الله يا حبايبي، انا كنت كده خلاص بقيت ابتديت انزل بالمية. انا كده كنت نزلت شوية مية معانا. هي الكمية دي خدت حوالي كده كوباية برضو وربع مية، كملتهاش. هنبتدي بقى ان احنا ننزل بشوية مية شوية شوية. وهنبتدي ان احنا ايه ما بنعجنش، بنبتدي ان احنا ايه ناخد العجين كده من فوق لتحت من فوق لتحت. كل ما كل ما نحط شوية مية ونلاقيها لسه عايزة نحط لها شوية كمان كده. انا كنت خلصتها، فبنعمل لها تيست كده للعجينة بنجربها، فلقيتها زي ما انتوا شايفين لسه مشققة، فسبتها تاني ورحت حاطه عليها شويه ميه كمان. وابتديت ان انا ايه الف فيها زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله تبارك الرحمن، 5 كوبايات عملوا لي حته عجينه كويسه جدا ما شاء الله، كميه حلوه. وهنبتدي كده ان احنا ايه نظبطها كده مع بعض ان شاء الله باذن الله. كده بقى انا عملت لها كده انا جربتها تاني بعد ما حطيت شويه الميه. ما شاء الله العجينه حلوه جدا، اختبرتها من كورها معايا ما فيهاش اي تشققات ولا فيها اي حاجه. ما شاء الله تبارك الرحمن. هنبتدي عارفة هنبتدي بقى ان احنا نغطيها كده ونركنها، هي ما بتخمرش، هي بتاخد بس 10 دقايق ترتاح فيهم على بال ما نحضر باقي الصواني والحاجة اللي هنشتغل بيها. كده يا حبيبي بقى ايه جبت قطعت منها حتة كده، وهبتدي ان انا ايه ابططها كده زي ما انتوا شايفين، مش بفردها كده. الله اكبر، ما شاء الله تبارك الرحمن. يا رب يزيد ويبارك يا رب. نيجي بقى ايه نفردها كده رول زي ما انتوا شايفين، وابتدي ابطط بقى بايدي كده وهي لا نخليها رقيقة جامد ولا تخينة جامد، تبقى متساوية كده العجينة زي ما انتوا شايفين. الله اكبر تبارك الرحمن. هنبططها كده على قد ما نقدر، نحاول ان احنا ايه نسويها كويس.
يبقى السمك كله واحد، متبقاش حتة تخينة وحتة رفيعة. ما شاء الله، حلوة جدا. قوموا جربوها واعملوها خفيفة للفطار، بدل ما نقوم الصبح ندور هنشوف هنفطر ايه هنعمل ايه. كده معانا قطعت الخبز معانا، ابتديت ان انا اقطع بيها، تعمل فورمة من الجنب كده، بيتقطع بقى زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله، حلوة جدا. القراقيش ديت خفيفة خالص وسهلة جدا بصراحة يعني، تحفة. زي ما انتوا شايفين، بصوا السمك بتاعها بقى، بوريكم ازاي سمكها جميل ازاي، مظبوطة كده بقى. انا عملت الكمية ورصيتها في الصواني زي ما انتوا شايفين. آه، هنا برضو بعملها تاني اللي ما عندوش القطاعة اللي انتوا شفتوها ديت او العجلة بتاعة القراقيش، ممكن تتقطع بالسكينة عادي. بوريكم كده برضو ان هي تتقطع بالسكينة عادي، مفيش مشاكل. ورصيتهم بقى في الصواني وعلى الفرن على طول، ما تتركنش. المية عامة، نسيت اقول لكم ان المية تتحط دافية، ما تتحطش ساقعة. احنا جو شتا ولازم نحطها دافية. والخميرة انا مكترتها شوية علشان خاطر احنا في جو شتا، لكن لو في الصيف هنعملوها مش هنحط الكمية دي كلها، حط اقل من معلقة يعني. ما شاء الله، الكمية اللي قلت لكم دي عملت معانا 3 صواني. تبارك الرحمن. بصوا بقى هشة من جوه ازاي، بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله على جمالها. زي ما انتوا شايفين بتتكلم عن نفسها والله، هشة من جوه وجميلة تحفة. كانت طرية من جوه وهشة، مش طرية بتقرمش كده يعني، دايبة دوب. وناشفة من بره ما شاء الله تبارك الرحمن عليها. هي مش طرية، هي كانت ناشفة بس فيها طراوة كده جميلة. ومعلقتين النشا برضو عم حطينا في حتة تانية خالص. ما شاء الله تبارك الرحمن، بصراحة تسلم ايدي. آه، ما شاء الله. متنسوش بقى يا حبايبي تدعموني بلايك وشير، فعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.